السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. للاسف الشديد يعني انا سجلت التفاضل من شوية وحصل عطل كده في الموبايل فبسجله تاني. بجد الموضوع متعب جدا يعني. لكن مشيئة الله تعالى هكمل وهبدأ تاني اللي انا كنت مسجله. يعني الواحد بجد مخنوق جدا، لكن هكمل ان شاء الله يعني. او هبدأ معاكم. عموما ده الفيديو التاني مع بعضينا في مادة الرياضة، ازاي نلمها عشان نقفلها بمشيئة الله تعالى. انا نزلت لك في الفيديو الاولاني المحددات والمصفوفات، جميل جدا، واتمنى انك تكون ذاكرتهم كويس. وفي الفيديو ده هخلص معاك التفاضل. التفاضل موضوع سهل جدا وبسيط، ودايما بيجي في الامتحان، لا يخلو من امتحان. فشد حيلك كده فيه. يعني السنة اللي فاتت كان جاي 5 نقاط في الامتحان، و5 نقاط سهلين جدا في ايدك انك تلمهم لو فهمت معايا التفاضل وقواعد التفاضل واساسيات التفاضل اللي هقول لك عليها دي دلوقتي. تمام تمام، يلا بينا كده نبدأ. جهز الآلة بتاعتك الجميلة وكون مستعد، ويلا بينا نبدأ. بسم الله. الموضوع ده الموضوع الكام يا شباب؟ الموضوع الثالث. برافو عليكم. أبقى الفصل الثالث. ايه هو الفصل الثالث؟ التفاضل. يا مسهل يا رب الفيديو يكمل للآخر يا الله. ماشي. التفاضل يعني ايه تفاضل؟ يقول لك تفاضل هو التغير في الدالة يقابلها تغير في الدالة، مش عارف ايه، فكك من الكلام ده كله. احنا عايزين ندخل في الجد على طول. التفاضل بيجي لك ازاي في الامتحان؟ يقول لك الدالة صاد بتساوي كذا، والمطلوب اوجد لي. اوجد ايه؟ اوجد مسميات كتير قوي للتفاضل. التفاضل ليه كذا اسم. ممكن يطلب منك ايه؟ ممكن يقول لك انا عايز التفاضل، مش، او يقول لك انا عايز معدل التغير، او يقول لك انا عايز المشتقة الاولى للدالة، او يقول لك انا عايز المعامل التفاضلي، التفاضلي الاول، او يقول لك انا عايز ايه؟ يقول لك انا عايز ميل المماس. وكمان التفاضل ليه مسميات تجارية أو تجارية. زي إيه؟ يقول لك أنا عايز الربح الحادي أو الإيراد الحادي، أي حاجة فيها حادي، أو التكلفة الحادية. جميل يا باشا. كده أنت عرفت لي مسميات التفاضل. يعني أول ما تشوف قدامك آه تفاضل، تبقى عايز تفاضل اكيد. معادله تغير او المشتقه الاولى، معامل تفاضلي من المماس، ربح حد، ايراد حد، تكلفه حديه، كل ده محتاج التفاضل. جميل جدا. كده انت فهمت التفاضل بيجي لك ازاي. طيب، في رمز رياضي للتفاضل. انا قلت لك بيديك ايه؟ صاد، ويقول لك انا عايز صاد شرطه، او يقول لك انا عايز د صاد د س. طيب د صاد بالنسبه لس. ماشي. تبقى عايز ايه؟ تفاضل. تعال ندخل في الجد اكتر. تعال ندخل في الجد اكتر شوية عن كده. الا ندخل في ايه بقى؟ هقول لك دلوقتي. المهم بقى جدا قواعد التفاضل. هتقول لي يا عم انا عارفها. معلش معلش، خدها تاني معايا وافهمها تاني معايا حتى لو عارفها. اول حاجة، اول قاعدة عندك، تفاضل اي رقم في الدنيا بيساوي صفر. يعني لو قالك اذا كانت الدالة صاد بتساوي 5، فإن صاد شرطة تقول له كام؟ صفر. طب لو -7 بصفر. لو مليون التفاضل بصفر. تفاضل أي رقم في الدنيا بصفر. تفاضل المقدار الثابت صفر. خلاص خلاص، مش هتكلم فيها كتير يعني، خلاص انت عرفتها. 7 -7 أي رقم في الدنيا التفاضل بتاعه بكام؟ صفر. قشطة. كده كده. تاني قاعدة. تاني قاعدة بتقول إيه؟ بتقول إن تفاضل السين بإيه؟ قول لي كده. بواحد. تفاضل السين بواحد. تفاضل الخمسة سين، اخد الرقم اللي قدام السين ب5. تفاضل ال100 سين ب100.
جميل جدا. تفاضل السين واحد. 5 س. طالما ما عليهاش أس خد الرقم. طالما ما عليهاش أس خد الرقم اللي قدام، خد المعامل، خد الثابت، خد الأساس. ماشي. انت كده عرفت ان تفاضل اي رقم في الدنيا بصفر. تفاضل السين بواحد. 5 س 5. مليون س بمليون. طالما معلهاش أس نزلها زي ما هي، نزل الرقم يعني. دي القاعدة التانية. ايه القاعدة التانية؟ تعالى في القاعدة التالتة. بتقول لك ايه؟ بتقول لك تفاضل السين لو عليها أس مثلا قول 3 بتعمل ايه؟ طبعا انت قلت دلوقتي نزل أس يضرب في المعامل نقص من الأس بالظبط كده. بس اللي مش عارف هقول لك ازاي. تفاضل السين تكعيب تفاضلها ازاي؟ بص. السين تكعيب. السين الأس بتاعها كام؟ 3. نزل الأس اضربه في المعامل ونقص منه 1. يعني 3. معامل السين كام؟ الأساس كام؟ قول لي كده كام؟ بواحد. طب بس مش بنكتبه. نزل الأس اضربه في الأساس ونقص من الأس 1. صعبة؟ لا مش صعبة. طب يلا. س تكعيب نزل الأس اضربه في الأساس. س 3 في 1 اللي هي ب3 س ونقص من الأس 1 يعني 3 ناقص الواحد بكام؟ ب2. إذا صاد شرطة هتكون بكام؟ ب3 س أس 2. إيه ده جميل أوي. والنعمة. طب تعالى ناخد واحدة كمان. تفاضل س أس 5. يلا نزل الأس اضربه في المعامل نقص من الأس 1 يعني ب5 س أس 4. لا دي جميلة. طب معلش. تفاضل س أس 8. يلا 8 س أس 7. طب تفاضل س أس 30. 30 س أس 29. ايه الجمال ده. طب معلش. تعالى كده نحط قدام السين رقم نشوفك هتعرف تعملها ولا لأ. يعني مثلا لما أقول لك تفاضل 3 س أس 3 تفاضلها ازاي؟ نفس القاعدة دي ما كانش قدامها معامل. هنا في 3 تبقى 3 في 3 ب9. 9 س ونقص من الأس 1 2. ايه بقى اللي انت قلته؟ مفيش حاجة صعبة يا جدع. والله. طب لو 9 س أس 2 تفاضلها ايه؟ تفاضلها اضرب الأس في المعامل نقص من الأس 1 يعني 18 س أس نقص من الاتنين 1. لا مش بنكتبه تبقى 18 س بس. اتفهمت؟ القاعدة دي مهمة جدا. اتفهمت؟ قول والنعمة. جميل. في حتة كده من باب العلم بالشيء عايز اديها لك ومش عايز اديها لك. والله يعني انا محتار اديها لك ولا لا. بس هديها لك وخلاص. اضافة الى معلوماتك. جت ما جاتش ايه. اديك انت عارف المعلومة. يعني لو قال لك تفاضل جذر السين تفاضلها ازاي؟ هو انا كنت بشتغل فوق كان سين مفيش جذر. عايز اتخلص منه ازاي؟ بص. هتكتب لي السين وتعمل لي أس إيه؟ اللي جوه. هي س الأس بتاعها كام؟ 1. وعلى اللي بره هو ده كده جذر إيه؟ تربيعي بس مش بنكتبه. تبقى 1/2. وابدأ إنك تفاضلها. يعني 1/2 اللي هو نص اضربه في الأساس في المعامل. أبقى نص س أس إيه؟ نص ناقص 1 يعني نص س أس إيه؟ أس سالب نص. لما تعمل لي على الآلة نص ناقص 1 تطلع معاك بإيه؟ تطلع معاك بسالب نص. جميل جدا. حلو قوي. عظيم جدا. ممتاز. شغال. اديك واحدة كمان. يعني ايه انا مش عايز اطول في الحتة دي بس تمام ماشي. لو قالك الجذر التكعيبي لسين هتعدلها لي. هتقول لي س اللي جوه الأس كام؟ 1. على اللي بره كام؟ ده تكعيبي تبقى 3. س أس تلت
كده تعرف تفاضلها؟ تلت س، وهنا تلت ناقص ايه؟ ناقص واحد. يعني التفاضل تلت س، ها، تعمل لي على الآلة واحد على التلاتة ناقص الواحد، يطلع معاك بكام؟ أس سالب اتنين على التلاتة. بتاعة الجذر دي ما كنتش عايز اديها لك بس اديتها لك. شغال شغال يا كابتن. جميل جدا. دي القاعدة الكام؟ التالتة. تفاضل أي رقم صفر. تفاضل السين بواحد. طب لو في معامل تبقى ايه؟ اخد الرقم. طيب تفاضل السين تكعيب مثلا، نزل الأس، ضربه في الأساس ونقص من الأس ايه؟ واحد. جميل جدا. مش طيب، شفت انت التلات قواعد دول؟ تعالى طبقهم لي. هناخد بقى قاعدة ايه؟ رابعة، بتقول لك ايه؟ تفاضل مجموع دوال. يعني عندك اكتر من دالة، يلا فاضلها لي. سهل جدا. ازاي مثلا؟ يعني مثلا عندك خمسة س أس أربعة زائد اتنين س أس تلاتة زائد السين تربيع زائد الخمستاشر. تعرف تفاضلها؟ اه. يعني التلات قواعد اللي فاتوا دول طبقهم لي هنا. ما هي مجموع دوال يعني ايه؟ خمسة س دي كده دالة، والاتنين س دالة، والسين تربيع دالة. عندي أكتر من دالة فبنسميهم مجموع دوال. دالة كثيرة حدود. طيب يلا كده فاضل لي أول دالة. يلا، أربعة في خمسة بعشرين س نقص من الأس واحد تلاتة زائد، انت خلاص كبرت بقى وفهمت أنا عايز أنجز بقى، زائد ستة س. تلاتة في اتنين ستة س أس اتنين زائد اتنين س أس واحد، لأ مش بنكتبه، زائد الخمستاشر دي تفاضلها بصفر، مش بنكتبه. أبقى إيه؟ أدي تفاضل مجموع دوال. جميل جدا. تعالى بقى نكبر شوية وندخل في المهم، أهم قاعدة عندك واللي بيها هخلص الجزء ده. تفاضل حاصل ضرب دالتين يا باشا. طبعا انت دلوقتي كده بتقول لي كما هي في، طب حافظ انت القانون. تفاضل حاصل ضرب دالتين ليها قانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول لك الأولى كما هي، الأولى كما هي في تفاضل التانية زائد التانية كما هي في تفاضل الأولى. ايه الجمال ده؟ تفاضل حاصل ضرب دالتين، يعني أنا عندي دالة مضروبة في دالة ليها قاعدة. الأولى كما هي، نزل القوس الأولاني زي ما هو وفاضل لي القوس التاني، زائد القوس التاني زي ما هو وفاضل له القوس الأولاني. وبعد كده تعمل ايه؟ تجمع وتطرح وفقا لأكبر أس. في 3 قواعد هنمشي عليهم في الحالة دي. عايز أقولهم لك دلوقتي وعايز أقولهم لك مع مثال، لكن هقولهم لك دلوقتي. في ايه؟ انت طبعا عارف ان تفاضل حاصل ضرب دالتين، الاولى كما هي في تفاضل الثانيه زائد الثانيه كما هي في تفاضل الاولى، وهوديك مثال دلوقتي وهتفهم معايا. لكن عايز اقول لك 3 قواعد. ايه هما؟ كده كده هقولهم لك مع المثال، بس هقولهم لك دلوقتي جايز تفهم. اول واحده، لما تضرب الدالتين في بعض، تمام، الأس تجمعه. يعني لو عندك س تربيع وس تربيع تجمع الأسس، تبقى س تربيع وس تربيع تبقى س ايه؟ س تكعيب. وانت طبعا عارف ان واحد في واحد بواحد، تبقى عفوا، لو عندك س تربيع وس تربيع تجمع الأسس تبقى س أس 4. طب لو عندك س أس 3 وس ضرب س مثلا أس 2 تبقى إيه؟ تبقى س أس 5. أبقى في حالة الضرب بتجمع الأسس، والأس صغير مش هيقدر إن إحنا إيه؟ نضربه. تمام. دي القاعدة الأولى، عند الضرب بتجمع الأسس. طيب تاني حاجة، لو المقدار
الموجود عندك مش مترتب رتبه. مش فاهم يعني؟ لو عندك مثلا س أس 5 زائد س أس 3 زائد س أس 6 زائد س تربيع، برتبه ازاي؟ بترتبه وفقا لأكبر أس، وفقا لأكبر أس، يعني بيكون مترتب كالآتي. ها، مين أكبر أس؟ س أس 6. أكبر أس مش أكبر معامل يا شباب. يعني مثلا السين أس 6 دي، هنا مثلا نقول 3 س أس 5، وهنا نقول 20 س أس 3، وهنا خليها س أس 6، وهنا إيه؟ أرتبه إزاي؟ ما بترتبوش وفقا للمعامل اللي هو التلاتة والعشرين والواحد، لأ، بترتبه وفقا لأكبر أس. أكبر أس عندي اللي هو إيه؟ 20، اللي هو 6 عفوا، س أس 6. فهقول س أس 6 زائد مين اللي بعده؟ مين اللي بعد الستة؟ 5. أبقى 3 س أس 5. ده 3 س أس 5 سبقت ال 20 س. أنا قلت لك وفقا لأكبر أس، مش أكبر معامل، مش أكبر أساس. تمام. زائد 20 س أس كام؟ أس 3 زائد السين تربيع. فهمت؟ لو المقدار عندك مش مترتب رتبه وفقا لأكبر أس. تمام، حلو أوي. طيب، عند الجمع والطرح، تالت قاعدة وآخر قاعدة. عند الجمع والطرح مش بتجمع الأسس، بتاخد إيه؟ أس واحد فقط. وأنا عارف إنك ما فهمتش دي، هفهمها لك قدام. لكن أنت فهمت الاتنين. أول قاعدة عايز أقولها لك، لما بتضرب بتجمع إيه؟ الأسس. تاني قاعدة، لو المقدار مش مترتب أرتبه وفقا لأكبر أس. جميل جدا. تعال ناخد مسألة ونشوف الدنيا بتكون ماشية ازاي. يلا بينا، يلا بينا يا باشا. الموضوع لذيذ جدا، تفاضل حلو قوي، هيعجبك، هيعجبك. ماشي يا باشا. طيب، تعال ناخد مثال ونشوف الدنيا ماشية ازاي، نشوف القواعد اللي احنا اخدناها دي عاملة ايه. طيب، اول مثال عندك على الحالة دي، اظبط بس كده الدنيا. ماشي، مثال واحد. الدنيا تمام هنا؟ تمام، ماشي. مثال واحد بيقول لي ايه؟ اذا كانت صاد بتساوي س تربيع زائد الواحد ضرب س تكعيب زائد الأربعة، ايه المطلوب؟ يقول لك انا عايز معدل التغير، عايز صاد شرطة د صاد على د س. نقول مثلا عايزين الصاد شرطة، مديك صاد وعايز صاد ايه؟ شرطة، وعندك قوسين مضروبين في بعض. ايه الحل؟ ما الحل يا صديقي؟ الحل سهل جدا. يلا بينا نقول القاعدة، مش لازم تكتبها بس أنا هكتبها. الأولى كما هي في تفاضل التانية زائد التانية كما هي في تفاضل الأولى. جميل جدا، ده كلام جميل جدا. طيب، الأولى كما هي يعني ايه الأولى كما هي؟ شايف القوس الأولاني ده؟ نزلهولي زي ما هو، س تربيع زائد الواحد. في مشكلة؟ في تفاضل التانية، التانية دي اللي هو القوس التاني، في، يلا فاضلهولي تبقى 3 س. انت خلاص بقى فهمت بتفاضل ازاي؟ 3 س أس 2. جميل جدا. زائد بتاع القانون حطها، دي زائد بتاع القانون اهي نزلتها. تمام. التانية كما هي اللي هو القوس التاني، يعني س تكعيب نزلوا له زي ما هو زائد 4، ده كوبي بيست هنا. في تفاضل الأولى، تفاضل الأولى فاضل لي اللي هو القوس الأولاني، يلا 2 س بس، لأن الأس ده إيه؟ ناقص من واحد فأصبح 2 س. دلوقتي كده عندك قوس مضروب في دالة. يلا كده نعملها ازاي؟ صلي بينا على النبي. تضرب لي التلاتة س تربيع دي في السين تربيع، وبعد كده تضرب لي التلاتة س دي في الواحد، وهنا تضرب لي، لا نخلص من دي الأول بعد كده ندخل في الجزء التاني. يلا 3 س تربيع في إيه؟
في السين تربيع نعملها ازاي؟ 3. بص س الاساس بتاعها كام او المعامل كام؟ 3. وهنا السين تربيع دي المعامل بتاعها كام؟ بواحد بس مش بنكتبه. يلا كده ضرب لي 3 في واحد بكام؟ ب3. ب3 تمام. 3 في واحد ب3. وهنا عندي س تربيع وس تربيع. قلت لك في حالة الضرب بتعمل ايه؟ تجمع الأسس، لأن الأس صغنون مش حمل ضرب. تبقى ايه؟ س تربيع وس تربيع تبقى 3 س أس 4. تمام. زائد 3 س أس 2 في واحد ننزلها زي ما هي، يبقى 3 س أس 2. عرفت دي جت ازاي؟ ضربت التلاتة س تربيع في الس تربيع تبقى كام؟ تبقى 3 س أس 4، لأن في حالة الضرب الأسس بتجمع. في حالة الضرب إيه؟ تجمع الأسس، تبقى 2 و2 4. تمام. زائد بتاع القانون 2 س. 2 س في س تربيع بكام؟ ب2 س. ها الأس هنا كام؟ الأس هنا 3 وأس السين كام؟ 1. تبقى 2 س أس 4. 2 س أس كام؟ أس 4. تمام. زائد 2 في 4 ب8 س. فهمت كده الضرب ماشي ازاي؟ حلو أوي. هو المقدار ده مترتب كده، يعني أنا عندي 3 س أس 4 زائد 3 س أس 2 زائد 2 س أس 4 زائد 8 س. لا ما ينفعش. اجمع لي س أس 4 دي مع 2 س أس 4. المتشابه اجمعه، المتشابه في الأسس اجمعه. ولسه قايل لك القاعدة في حالة الجمع والطرح الأسس بتعمل إيه؟ بتاخد أس واحد فقط. يعني 2 س 3 س زائد 2 س بكام؟ 3 زائد 2 ب5 س أس 4. زائد مين اللي بعد 4 في الأس لتحت؟ الأقل 3 س أس 2. في حد شبهها؟ لأ. 3 س أس 2 زائد 8 س. بس كده. ده كده اسمه ايه؟ صاد شرطة. ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه صاد شرطة. فيها مشكلة؟ التفاضل صعب. جميل يا ولاد. حلو. وابن ناس. ناخد مسألة تانية وكده فينش تفاضل. المسألة دي جت في امتحان السنة اللي فاتت. بتقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اوجد المشتقة الأولى د صاد على د س للدالة صاد. القوس الأولاني 1 زائد س تربيع ضرب س تكعيب ناقص الكام؟ ناقص 10. جميل جدا. نعملها ازاي؟ السنة اللي فاتت كان طالب حاجة بسيطة قوي. الأولى كما هي في تفاضل التانية زائد التانية كما هي في تفاضل الأولى وما تكمليش بعد كده. يعني الأولى كما هي 1 هنجز بقى على طول حالي 1 زائد السين تربيع في تفاضل التانية في يلا فاضل لي السين تكعيب ب3 س أس 2 زائد التانية كما هي اللي هي السين تكعيب ناقص الكام؟ ناقص 10 في تفاضل الأولى فاضل لي الأولى ب2 س. كان عايز بس كده منك السنة اللي فاتت، يعني سؤال امتحان السنة اللي فاتت كان طالب منك كده فقط. هو فين السؤال؟ السؤال ده كان سؤال 17. تمام. بسم الله. بص كده على سؤال 17. سؤال 17 د ص على د س اهو. تمام. فالإجابة هتكون إيه؟ الإجابة كده هتكون 1 زائد س تربيع مضروبة في س في 3 س. فين كلهم متشابهين زي بعض. طيب نبص على ب كده 1 زائد س تربيع في 3 س تربيع زائد الس تكعيب ناقص 10 في 2 س. الإجابة هتكون باء يا شباب. الإجابة هتكون باء.
تمام تمام. بس كده، هو مش محتاج حاجة تاني، لكن أنا هكمل. نكملها ونخلصها. نكملها نكمل. هو كان عايز السنة اللي فاتت كده بس، فالإجابة كانت باء. طيب، لكن احنا هنكمل، هنضرب التلاتة س في الواحد ونضرب التلاتة س في الس تربيع. يلا، تلاتة س في واحد بكام؟ زي ما هي تبقى تلاتة س تربيع زائد تلاتة س في الس تربيع بكام؟ بتلاتة س أس أربعة زائد هنا ايه؟ اتنين في س تكعيب باتنين س، هنا تلاتة وواحد تبقى س أس أربعة ناقص، خلي بالك من ناقص هنا، خلي بالك بالله عليك، ناقص كام؟ 20 س. تمام. هل أنا عندي متشابهات؟ عندي 4 و4 تبقى 5 س أس 4، لأن في حالة الجمع والطرح بعمل إيه للأس؟ باخد أس واحد فقط. تمام. مين الأصغر من 4؟ في 3 مفيش 3، في 2 في 2 في 2 تاني مفيش 2 تاني، تبقى زائد 3 س أس 2. ها، في متشابهات تانية؟ في، مفيش، خلاص تبقى ناقص 20 س. بس كده. وهو ده لو طلب مني ايه؟ صاد شرطة. جميل جدا. ده كده يا شباب ببساطة شديدة التفاضل والقواعد اللي على التفاضل. في بقى حاجة مهمة جدا، التطبيقات التجارية للتفاضل. تمام تمام، تابع بقى معايا، هقول لك التطبيقات التجارية دي بتكون عاملة ازاي. هنستكمل يا شباب مع بعضينا في التطبيقات التجارية للتفاضل. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. سهلة جدا وبسيطة، وذاكر الحاجات اللي أنا بقول لك عليها دي فقط. تمام، لأن هو ده اللي عليك. أنا اطلعت على الكتاب وبصيت على المقرر اللي عليك، فأي حاجة تانية اللي هو الدخل والاستهلاك مش عارف إيه وكل الكلام ده مش عليك. تمام تمام، يلا بينا يلا بينا. بسم الله. التطبيقات الإيه؟ التجارية للتفاضل. طبعا كلكم شايفها صعبة ومش عارف إيه وإيه 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 وصعبة جدا، لأ، هتكون سهلة جدا إن شاء الله يعني. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك الربح حاجتين، حدي كلي وحدي، وعندك الإيراد كلي وحدي، وعندك التكاليف كلي وحدي. جميل جدا. ماشي. في قاعدة هقول لك عليها قدام، يعني هي تخص المحاسبة وتخص الايه؟ التفاضل في نفس الوقت. الربح كلي وحدي، إيراد كلي وحدي، تكاليف كلية وحدية. بيكون مديك ايه؟ بيكون مديك، لو مديك معطى دالة التكاليف الايه؟ الكلية، وعايز ايه؟ عاوز الحدية. يعني مديك كلي وعايز حدي. هو انا قلت لك حد يعني ايه؟ يعني تفاضل. او يقول لك انا عايز معدل التغير. شفت انت المسميات اللي انا قلت لك عليها؟ يعني يديك دالة تكاليف كلية صاد، وعايز ايه؟ الحدية. يقول لك عايز الحدية، عايز معدل التغير من المماس، المعامل التفاضلي الأول، كل المسميات اللي أنا قلت لك عليها. جميل جميل. هتعمل إيه؟ هتفاضل عادي جدا، مفيش مشكلة نهائي. يعني لو مديك دالة تكاليف كلية وعايز الحدية هتعمل إيه؟ فاضل. تعالى ناخد مثال. المثال ده مثلا جه في امتحان السنة اللي فاتت، فين؟ سنة 4. بص كده، خدها كده مثلا سكرين شوت. مثال 4 فين اهو. ده مثال 4، خدتها سكرين شوت. يلا بينا نحل السؤال مع بعضينا. ماشي يا باشا. أين هو المثال؟ آدي المثال. بيقول لك إيه؟ بيقول لك السؤال: تتحدد العلاقة بين التكاليف الكلية بين الإيه؟ بين الربح، عفوا، الربح، التكاليف، أي حاجة، بين الربح الكلي صاد وحجم الإنتاج س. مش هبدأ بقى إن أنا أكتب المثال، هكتب على طول يعني وفقا للدالة. الدالة بتقول لك إيه؟ صاد بتساوي 9 س تكعيب، ماشي، ناقص 9 س أس 2 ناقص 20 س زائد 18. وعايز إيه بقى؟
بقول لك عايز معدل التغير. اه، عايز معدل التغير، او يقول لك ايه، عايز التكلفه الحديه. تمام. احلها ازاي؟ صلي بينا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. هو مديك صاد، تقول له صاد شرطه تساوي، يلا اضرب الأس في المعامل، نقص من الأس واحد. 3 في 9 هتطلع بكام؟ تطلع بتلت س، نقص من الأس واحد 2، ناقص 2 في 9 ب18 س، ناقص 20 س، تبقى 20 فقط. ايه ده؟ هي كده خلاص؟ اه خلاص والله، خلصت اهي. فين بقى الإجابة؟ تلت س تربيع، لا 9 غلط، تلت سدس غلط، 2 على غلط اهي. تلت س تربيع، تلت س تربيع ناقص 18 س ناقص 20، بس كده. اه، ببساطة شديدة يعني. مديك كمان مسألة زيها. تمام. فين؟ فين؟ في 12. مسألة زيها في 12. بص لي كده يا كابتن. واضحة واضحة. إذا علمت أن التكاليف الكلية صاد لإنتاج عدد س من الوحدات من منتج معين هي صاد س تكعيب ناقص الستة س تربيع زائد ال13 س زائد ال15. عايز دالة التكلفة الحدية، هناك طلب معدل التغير، هنا التكلفة الحدية، كلهم عايز تفاضل. يلا بينا نشتغل، يلا بينا نشتغل. هنكتب الدالة على طول ونبدأ إن احنا إيه نشتغل. طب فين بقى يا باشا؟ صاد بتساوي س تكعيب، ماشي يا نجم، ناقص الستة س تربيع، حلو قوي، زائد ال13 س زائد ال15. عايز الصاد ايه؟ شرط. يلا 3 س أس 2 ناقص ال12 س زائد ال13. يا سلام على الجمال، ده التفاضل طلع سهل جدا. اه يا عم سهل، انت ايه فاكر ايه يعني؟ فين طيب النقطة دي؟ 3 س تربيع ناقص ال12 س زائد غلط. 3 س تربيع ماشي، ناقص الست غلط. س تربيع غلط. 3 س تربيع ناقص ال12 س زائد ال13، الإجابة هتكون د. الإجابة هتكون د. تمام. طيب، دي كده أول حاجة حابب أكلمك عنها في التفاضل. دي الحالة رقم 1. إن هو مديك إيه؟ كلية وعايزة حدية، يعني بيقول لك فاضل. تعالى بس إيه نغلس عليك في حتة كمان تانية كده. أغلس عليك في حتة تانية. أكون مديك حاجة وعايز حاجة. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول لك، قول يا عم، إن حجم الإنتاج، دي يعتبر، قول الملحوظة التانية، حجم الإنتاج ده برمز ليه بالرمز س. طيب أنا هسألك وأقول لك إيه حجم الإنتاج؟ يعني الوحدات. بتنتج كام وحدة؟ الوحدات بتنتج كام وحدة من المنتج المعين الفلاني؟ بنتج مثلا، يقول لك إيه، 20 وحدة، 30 وحدة. ده اسمه إيه؟ الوحدات دي اسمها إيه؟ اسمها س. يعني الوحدات اسمها س. بيكون مديك السين وعايز، ها انت كده اكيد قلت مديك السين وعايز الصاد. الصاد بقى اسمها ايه؟ دالة التكاليف الكلية. التكاليف الايه؟ الكلية. التكاليف الكلية اسمها ايه يا شباب؟ اسمها صاد. طب التكاليف، لو جدع قول لي هي التكاليف دي يعني ايه؟ يعني فلوس. يقول لك مثلا 80 جنيه، 60 جنيه، 100. تمام. يكون مديك سين وعايز الصاد، مفيش مشكلة. لو مديك س وعايز الصاد هنا ايه؟ مفيش مشكلة. الموضوع سهل جدا وبسيط. لكن اللخبطة فين بقى؟ لو مديك الصاد وعايز السين، هنا ايه؟ هنقابل مشكلة، لكن هنحل المشكلة ببساطة شديدة. حجم الإنتاج اللي هو ايه؟ اللي هو س، والتكاليف الكلية اللي هي صاد. حجم الإنتاج يعني إيه؟ حجم الإنتاج يعني الوحدات. لو مديك وحدات وعايز الصاد مفيش مشكلة، لو مديك س وعايز الصاد مفيش مشكلة، لكن لو مديك الصاد وعايز السين دي المشكلة. تمام. طيب انت كده فهمت ان حجم الانتاج ده س اللي هو الوحدات،
مديهولك عوض على طول بالسين بقيمة السين اللي مديها لك. يعني مديك 20 وحدة فاضل وبعد كده عوض، مديك 30 وحدة فاضل بعد كده عوض، مفيش مشكلة نهائي. تمام تمام. لكن لو مديك لو مديك بقى فلوس ابدا اخاف، هعمل بقى ايه حوار كده هقول لك عليه دلوقتي. ماشي. طيب هديك مثال وهقول لك الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك ايه مثلا مثال: تتحدد العلاقه بين التكاليف الكليه، وقلت لك التكاليف ها سين ولا صاد؟ الفلوس صاد. وحجم الانتاج، لا مش وقته، مش وقته حمبرايز، سايلنت. وحجم الانتاج ايه؟ وحجم الانتاج قول لي حجم الانتاج ايه؟ سين. ماشي. يبقى دلوقتي كده بقول لك تتحدد العلاقه بين التكلفه الكليه صاد وحجم الانتاج سين وفقا للداله. ايه هي الداله؟ الداله بتقول لك صاد بتساوي 5 س أس 3 زائد الاتنين س أس 2 زائد الخمسة س زائد التمانية. تمام. ايه المطلوب؟ واحد، احسب التكلفة الحدية. يعني ايه التكلفة الحدية؟ يقول لك التكلفة الحدية او معدل التغير. انت كده عرفت يعني تفاضل، يعني فاضلها، بقول لك فاضلها. تاني حاجة بقول لك وبعد ما تفاضل عايز ايه؟ احسب التكلفة الحدية لما ننتج عند انتاج 20 وحدة. يعني بقول لك ايه؟ بعد ما تفاضل فاضلها لي، وبعد ما تفاضل عوض لي عن س ب20. انا قلت لك لما يديك الوحدات، لما يديك س، هي الوحدات دي اللي هي ايه؟ اللي هي س اهي، اللي هو حجم الانتاج يعني اللي هو س. لما يديك س عوض على طول. ماشي. فاضل وبعد كده ايه؟ عوض. لكن المشكلة لما يديك العكس، وهقول لك بتتحل ازاي بكل بساطة، بساطة شديدة جدا. تمام. بس ركز معايا بالله عليك. هعمل ايه؟ يلا هات المطلوب الاولاني اللي هو احسب التكلفه الحديه. التكلفه الحديه اللي هي صاد شرطه هتساوي ايه؟ فاضل لي يعني، يلا 15 س فاضل الداله دي 15 س اس 2 زائد الأربعة س زائد الخمسة. فاضلت اهو كده جبت المطلوب الاولاني. فاضلت. طب بقول لك ايه؟ احسب التكلفه الحديه لما تنتج 20 وحده. قلت لك لما يديك الوحدات اطمن، الوحدات يعني س. بقول لك س ب 20، بقول لك شيل لكل س وحط لي ايه عنها 20. طيب المطلوب التاني، التكلفه الحديه عند انتاج 20 وحده هتساوي 15 في شيل السين وحط 20، 20 تربيع زائد 4 س شيل السين وحط 20، 4 في كام؟ في 20 زائد الخمسة هتساوي، يلا اعملها لي بقى كده على الآلة. 15 في 20 تربيع زائد الأربعة في 20 زائد الخمسة تطلع بكام؟ ب6085. جنيه ولا وحدات؟ جنيه ولا وحدات؟ لو ذكي قول لي يا ابني، ما هو مديك الوحدات تبقى ده بجنيه. ده ايه؟ صوت شرطة. ماشي. فضلت وبعد كده ايه؟ عوضت ايه على طول. جميل. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب لو عايز التعويض على طول وما كانش عايز التفاضل، ممكن تعملها بالآلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اه يعني ممكن اطلع دي بالآلة لو محتاج دي فقط. تطلعها ازاي؟ صلى على النبي. ركز بقى كده معايا. المسألة قدامك. بص هتعمل ايه؟ هتدوس على شيفت والايه وعلامة التفاضل تحت ألفا على طول، ده الزرار ده، فجالي الشكل ده. هتدخل لي ايه؟ الدالة الأصلية اللي عندك في السؤال اللي هي 5 س تكعيب زائد الاتنين س تربيع زائد الخمسة س زائد التمانية. يلا كده دخلها لي. 5، مش هتفاضل لي بقى ولا تعمل الكلام ده عشان نجيب الرقم ده على طول. يلا 5 س ألفا في القوس. ماشي. 5 س ايه؟ تكعيب، تكعيب 3 انزل تحت
زائد 2 س ألفا في القوس زائد 2 س تربيع زائد الخمسة س ألفا في القوس زائد التمانية. بقول لك الإكس بكام؟ الإكس بكام؟ ب20. الإكس اللي هي س يا شباب، الإكس اللي هي س 20 تطلع معايا بكام؟ بسم الله طلعت معايا ب6085 بالآلة. تعبت؟ لأ خالص، موضوع سهل جدا مفيهوش مشكلة نهائي، طلعتها بالآلة. ده ايه الجمال ده؟ طب بص 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 بص، طب تعالى كده في الامتحان، عشان بتقول الامتحان صعب وصعب والدنيا سهلة جدا وانتوا بتتدلعوا. ادي مثلا النقطة اهو، بص يا غالي بالآلة الحاسبة دي مثلا مديك ايه؟ دالة التكاليف الكلية صاد عدد س من الوحدات مش عارف ايه، الدالة صاد س تكعيب ناقص الستة س تربيع زائد ال13 س زائد ال15. عايز التكلفة الحدية لما تنتج عدد 10 وحدات. يعني بنديك الايه؟ بيقول لك انا دلوقتي كده عايز التكلفة، عايز صاد، عايز الفلوس لما س تكون ب10. حلو، الموضوع سهل جدا. يعني بيقول لك ايه؟ عوض على طول. اجي اعملها بالآلة الحاسبة ما اغلبش نفسي. هو انا لو عملتها مع نفسي لو حليتها يدوي هفاضل وبعد كده هعوض عن س ب10. لكن على الآلة بص بقى بتعملها ازاي؟ دخل الدالة الموجودة عندك شيفت كده، يلا س تكعيب ألفا، ماشي س تكعيب ناقص الستة ألفا س تربيع زائد ال13 س ألفا في القوس زائد ال15. ها السين بكام؟ السين ب10 تطلع معايا بكام؟ لا في غلط، في غلط لقد فعلناه. ما هو الغلط؟ هنا دي س تكعيب يا حبيب قلبي، ما عملتش انا التكعيب. طب التكعيب يتعمل ازاي؟ كده س تكعيب، نتأكد تاني س تكعيب ناقص الستة س تربيع زائد ال13 س زائد ال15 والس ب10 دوس لي يساوي، طلعت معايا 193. بص كده في الاختيارات بتقول لك انا اول واحدة هنا اهو 193. شفت كده بالآلة الحاسبة على طول وانجز شقلب. تمام. دي التفاضل اللي بتقولوا عليه صعب. لا بس انا هصعبه كمان شوية، معلش 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 معلش، كل مدى كل ما ايه اتك عليك شوية كده في الصعوبة لحد ما نوصل للهدف ونفنش التفاضل ونقفل التفاضل بمشيئة الله تعالى. جميل. واظبط كده الحنبلايز اتظبط والدنيا تمام، حلوة قوي. تعالى بقى نقول لك ايه. هو انا قلت لك هنا ايه؟ فين اللي انا الورقة اللي انا لسه شايلها دي؟ قلت لك تثبتي بقى كده يا بنت اللذينة انت. قلت لك لما تبقى ايه، هي فين؟ كنت كاتبها هنا. حجم الانتاج ده ايه؟ س. حجم الانتاج اللي هو الايه؟ اللي هو عدد الوحدات. يقول لك 20 وحده 30 وحده، لما يديهولك بتيجي عامل ايه؟ بتفاضل وبعد كده بتعوض. تمام. طب لو عايز حجم الانتاج ده على طول ممكن تحلها بالآلة، لكن المشكله لو مديك الايه؟ تظهر هنا بقى المشكله. طبعا انتوا بتعرفوش تحلوا معادلات، على الله حكايتكم. تمام. فانا هقول لك ايه طريقه سهله ازاي تحل بيها السؤال ده بشكل سهل جدا وبسيط. لو مديك التكاليف الكليه صاد وعايز عدد الوحدات تعملها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. هنحلها معاك يدوي وبعد كده بالآلة الحاسبة في خطوة سهلة جدا وبسيطة، ونحاول ان احنا ايه نفنش. تمام. مديك صاد وعايز ايه؟ وعايز سين. تعال ناخد مثال. ناخد مثال بسم الله. لو عندنا صاد، فين البتاع ده؟ مظبوطة كده يعني شغال الدنيا شوية. تمام ماشي. طيب ناخد مثال بقى كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. صاد بتساوي 15 س ناقص 8 من 10 س تربيع زائد 5 من 100 س تكعيب. طيب عايز ايه بقى؟ عايز واحد التكلفة الحدية اللي هو فاضل. تاني حاجة التكلفة الحدية عند إنتاج 20 وحدة. هنا كده تظهر مشكلة لما يديك وحدات. لأ، المشكلة تظهر امتى بقى؟ بص 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 بص. بقول لك عايز حجم الإنتاج. حجم الإنتاج ده اللي هو إيه؟ عايز س لما صاد عند التكلفة الحدية
الذي عنده التكلفة الحدية بتساوي كام؟ بتساوي 15 جنيه. هو دلوقتي كده عايز ايه؟ عايز سين. عايز سين. لما صاد تكون بكام؟ لما صاد تكون ب15. نحلها ازاي؟ هي دي بقى الايه؟ الحوار اللي انا بقول لك عليه واللي انتوا بتتلخبطوا فيه، يعني ما بتعرفوش تحلوه. تمام؟ لكن انا هقول لك ازاي تحله بكل سهولة. لو ما عرفتش تحله معايا يدوي، نقول الحل. عايز التكلفة الحدية، يعني صاد شرطة، فاضل لي 15 س ب15 ناقص 8/10 س أس 2. نزل الأس اضربه في المعامل ونقص من الأس واحد، يعني كام؟ يعني 1 و6 س زائد 5/100 في 3 ب15/100 س أس 2. نأكد تاني كده عليها. 15 ناقص 1 و6 س زائد 15/100 س. تمام. ده كده المطلوب الأولاني. في مشكلة؟ مش شايف إنه في مشكلة نهائي يعني. طيب تعالى في المطلوب التاني. بيقول لك عايز التكلفة الحدية عند إنتاج 20 وحدة. عوض. يعني شيل كل س وحط إيه؟ وحط 20. ما أنا قلت لك عدد الوحدات أو حجم الإنتاج اللي هو س. تشيل لكل س وحط إيه؟ طب تعالى كده عشان نخلص بس من الموضوع ده. هتقول لي 15 ناقص 1 و6 س. س اللي هي بكام؟ ب20 زائد 15/100 في س 20 أس كام؟ أس 2. الكلام ده يطلع معايا بكام؟ طلع معايا ب43. 43 إيه يا شباب؟ هو مديني وحدات، تبقى دي 43 جنيه. تمام. فيها مشكلة؟ لأ. تعالى بقى في النقطة التالتة. النقطة التالتة بيقول لك أنا عايز إيه؟ عايز س لو صاد ب15. بيقول لك أنا عايز س لو صاد ب15. أجيبها إزاي؟ أنا عايز دلوقتي كده أجيب س. هتعمل معادلة، بس أنتوا مش بتعرفوا تعملوا معادلة. لكن أنا هقول لك إزاي تحلها بكل ذكاء. نحلها يدوي. صلوا بينا على النبي. تتعمل ازاي؟ الاول معلش. هو كده الدنيا تمام، بس انا عايز احل معاك المساله دي بالاله. عايزين نطلع الناتج بالاله. تعملها ازاي بالاله؟ لو انت حابب اول وتاني خطوه تطلعهم بالاله يعني. لو عايز حجم الانتاج عند التكلفه الحديه 15 جنيه، هي بتاع ده التكلفه الحديه عند انتاج 20 وحده. ازاي تعملها بالاله؟ بص. هتدوس على شيفت والحمبلايز. تمام. دخل الآلة الأصلية، الدالة الأصلية 15 س. 15 س ناقص 8/10 س تربيع زائد 5/100. أهو صح كده، 5/100 س تكعيب. س تكعيب. عند كام بقى الس بكام؟ الس ب20 وحدة. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا ب43. إذا أنا إيه؟ حلي صح. تمام. ماشي. تعالى بقى في التالتة. في التالتة بيقول لك ايه؟ عايز حجم الانتاج س لما التكلفة الحديدية بتساوي 15 جنيه. يعني شيل صاد وحط لي 15 واعمل لي معادلة وعوض جدا وطلع لي قيمة السين. مش فاهم؟ افهمك دلوقتي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصاد شرط عندي بتساوي كام؟ بتساوي 15 ناقص 1 و6 س زائد 15/100 س ايه؟ تربيع. فانت دلوقتي كده بقول لك ايه؟ بقول لك انا عايز حجم الانتاج س. يعني انا عايز قيمة س. عايز س دي بكام؟ لما صاد تساوي 15. 15 ايه؟ جنيه. يعني هيشيل الصاد واحط 15. يبقى ال15 بتساوي 15 ناقص 1 و6 س زائد 15/100 س تربيع. طيب ال15 دي انا شايف ان انا وديها هناك كده باشاره مخالفه، وال1 و6 دي بالسالب. شايف ان انا وديها هنا كمان بالموجب، وخلي لي دي مكانها. فهتقول ايه؟ هتقول لي 15 ودي بالسالب ناقص ال15 دي بسالب 1 و6 س. لما توديها، لما تعدل يساوي، هتبقى ايه؟ هتبقى بالموجب. تبقى موجب 1 و6 س. ودي زائد 15. اعمل لي هنا يساوي 15/100 س تربيع. عملتها لك معادلة اهو. دي 15 بالموجب مع 15 بالسالب يسافروا مع بعض. هيفضل معايا ايه؟ هيفضل معايا 1 و6 س بتساوي كام؟ 15/100 س تربيع. طب ينفع اطير السين مع الأس؟ ينفع. يعني اقول 1 و6 بيساوي كام؟ بيساوي 15/100 س.
طيب كده خلاص يعني الدنيا تمام بقى في تمام قوي معايا. يعني اقدر اقول ان السين بتساوي السايب اللي هو الواحد وستة على المربوط اللي فيه سين على الخمستاشر، هيطلع بكام؟ واحد وستة على الخمستاشر تطلع معايا بكام يا باشا؟ تطلع مع ايه؟ 10 3 ستات. 10 3 ستات ده ايه بقى؟ هي السين قلت لك ايه؟ وحدات ولا فلوس؟ وحدات. طب 10 و6 وحدة، يعني في حاجة اسمها 10 و6 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 وحدة ده، يعني بالتقريب كده 11 وحدة، وهو المطلوب إثباته. طبعا انت مش بتعرف تحل بالمعادلة دي، هقول لك تحلها ازاي بطريقة سهلة قوي قوي. انا عارف انك تعبت معايا، بس انا كمان تعبت والنعمة ده انا طلع عيني. طيب هقول لك بتتعمل ازاي. فين بس كده المثال؟ هخليك تحلها وانت في الحنبلايز. بص 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 بص، صلي بينا على النبي. السؤال ده جه في امتحان السنة اللي فاتت. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كانت التكاليف الكليه صاد، مديك صاد تكاليف الكليه احنا عارفين الفلوس صاد، وعدد من الوحدات، والوحدات اللي هي س، حلوه قوي، ومديك الداله تمام. بيقول لك عايز حجم الانتاج الذي عنده التكلفه الحديه ب 14. عايز حجم الانتاج، حجم الانتاج يعني عايز س لما صاد تساوي 84. هتحلها ازاي؟ بص 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 هتعمل ايه؟ بص هتعمل ايه بكل بساطه، ببساطه جدا، ببساطه شديده قوي. دوس لي على التفاضل، تمام، واكتب لي المعادلة الموجودة عندك اللي هي 4/10 س تربيع ألفا في القوس تربيع زائد الأربعة س زائد الخمسة. 4/10 س تربيع زائد الأربعة س زائد الخمسة بتساوي، ها، طب الإكس السين أحطها بكام؟ هو أنا مش عارف، يعني ده هو مديني صاد. طب يعني دي مش زي التانية، هو مديني صاد مش مديني سين. بص 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 هتعمل ايه؟ هتعوض لي بالإجابات الموجودة عندك، واللي تطلع 84 تبقى هي دي الصح، هي دي الإجابة الصحيحة. عوض كده ب10 طلع ب12. لا أنا عايز أطلع ب84. طب عوض لي كده معلش ب100 طلع ب84. إذا هي دي الإجابة الصحيحة. ولا تعوز بقى تعمل معادلات ولا تعمل بقى الكلام الفاضي اللي أنا عملته ده. عايزني أحلها لك يدوي أحلها لك يدوي سهلة جدا. أنا ما عنديش مشكلة، عايز تحلها يدوي هحلها لك يدوي. بس انا شايف ان ده الصح ليك وده الحل الاسلم. تعوض لي في الاجابات اللي يطلع معاك تبقى هو ده الايه. لو اداك وحدات، بص بص بص، اداك وحدات انت كده في الامان، لكن اداك فلوس تقلق، تبدا بقى انك تعمل ايه، تدور في الاجابات. ماشي، تعرف تحلها يدوي. انا مش عايز بس الفيديو يطول، فايه هحلها معاك يدوي يا مسهل. بسم الله. نحلها يدوي ازاي بقى؟ هي صاد بتساوي 4/10 س تربيع زائد الأربعة س زائد الخمسة. حلو أوي. يلا كده فاضلها لي تبقى صاد شرطة بكام؟ ب8/10 س أس كام؟ 8/10 زائد الأربعة. ماشي كده أنا فضلتها. يلا بقى كده إيه، ساوي لي شيل الصاد دي وحط كام؟ وحط 84. يبقى 84 بتساوي 8/10 س زائد الأربعة. طب ما تودي لي الأربعة دي هي بموجب، وديها لي هنا بالسالب، يعني 84 ناقص الأربعة بتساوي 8/10 س. يعني 84 ناقص أربعة كام؟ يعني 80 بتساوي 8/10 س. يعني السين هتساوي السايب اللي هو مفيهوش ايه س 80 على 8/10. تطلع معايا بكام؟ بسم الله، 80 على 8/10 تطلع معايا ب100. عايز يا ابن الناس تحلها بالآلة وتنجز حالك قشطة. عايز تعمل الكلام اللي أنا عملته ده اعمل. وده كده الإيه، التفاضل. في بس حالة كده أخيرة معلش إيه، هحاول إن أنا أنجزها معاكم. انتوا خلصتوا لي كل حاجة، خلصتوا لي كشكيل، خلصتوا إلهام، خلصتوا باقة، خلصتوا بقى، تعبتوني نفسيا كل حاجة. طيب نخلص بس كده الحتة دي كمان. بص بص يا غالي، صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بقى يديك إيه؟ يديك دالة التكاليف الكلية. اظبط البتاع ده كده، طب هات كده شوية.
ممكن بقى يديك ايه؟ يديك دالة الإيراد، يديك الإيراد الايه؟ الكلي، عشان تبقى كده خلصت لك كل حالات التفاضل اللي موجودة عندك، ذاكرت الفيديو ده تقفل تفاضل. الإيراد الكلي بكام؟ ب 80 س ناقص الخمسة ناقص النص ايه؟ س تربيع. تمام. ويديك دالة التكاليف، دي دالة الإيراد. تمام. ويديك دالة التكاليف كام؟ 150 زائد السبعين س. ماشي. فعايز ايه؟ يطلب منك ثلاث حاجات. يقول لك انا عايز واحد، عايز دالة الربح الكلي. اتنين، يقول لك انا عايز ايه؟ الربح الحادي. تلاتة، يقول لك انا عايز ايه؟ الربح الحادي عندي انتاج مثلا كام؟ عندي انتاج 5 وحدات. انا قلت لك لما يديك الوحدات اطمن، لما يديك الفلوس تقلق. طيب، هنا مديك ده ايراد وهنا مديك تكاليف، وعايز الربح. بص يا حبيب قلبي، الربح ده بيساوي، ده انت لو مش عارفه تبقى كارثه. اقوله لك في الحته دي، اقوله لك هنا كده ولا اقوله لك هنا كده؟ بص يا حبيب قلبي، صلي بالله على النبي. الربح ده بيساوي ايه؟ بيساوي الايراد ناقص التكاليف، دي محاسبه. الايراد ناقص التكاليف دي جت على فكره في امتحان السنه اللي فاتت محاسبه. لو عندي الايراد ب 30 والتكاليف ب20، تبقى الربح كام؟ تبقى الربح 10. تمام. يبقى الربح بيساوي ايراد ناقص تكاليف. عارف ايه الفرق بين الربح والايراد؟ حد عارف؟ اكيد مش عارف. عموما الربح ده هو الصافي، يعني صافي الربح ده. بس انا هدخل في محاسبه، عارف مش عارف ماليش دعوه. عموما انت عرفت ان الربح ده بيساوي ايه؟ بيساوي الايراد ناقص التكاليف. دالة الإيراد عندك بكام؟ ب80 س ناقص الإيه؟ ناقص ال5/10 س تربيع. تمام. ناقص التكاليف، دالة التكاليف 150 زائد الإيه؟ زائد ال70 س. هتحلها ازاي؟ تطرح الاتنين من بعض عادي جدا زي ما انت فهمت. يلا، 80 س ناقص ال5/10 س تربيع، نزلتها زي ما هي. طب ناقص، خلي بالك الناقص دي هتخلي كل اللي جوه القوس بالناقص، خلي بالك وحياة أمك. دي بالناقص، كل اللي جوه القوس هتبقى بالناقص، تبقى ناقص 150 ناقص في موجب أو سالب في موجب بسالب 70 س. بس بقى كده يبدأ يتعامل، يعني يبدأ يتعامل عندك اهو. في متشابه، في متشابه. 80 س ودي 70 س. طيب 80 ناقص ال70 تطلع لي كام؟ هتعملها على الآلة والنعمة. 80 بالموجب واخد ال70 بالإشارة بتاعتها، أبقى 80 ناقص ال70. أنا عارف إنكم بتعملوها على الآلة والله. تطلع ب10 س. طب هنا ناقص ال5 دي فيها لها شبيه؟ ملهاش، تبقى ناقص الايه؟ ناقص ال5/100 س تربيع. ال150 لها فيها حاجة زي 150. يلا كده ابدأ رتبها، معلش رتبها لي بقى، يعني رتبها لي طبعا وفقا للأكبر أس، اللي هو ايه؟ دي هاخدها هنا كده، هبقى نص س تربيع. ها، وبعد كده زائد ال10 س ناقص الكام؟ ناقص ال150. دي كده اسمها ايه يا شباب؟ اسمها دالة الربح الكلي. لو طلب منك دالة الربح الكلي هتقول له هي دي. طب لو طلب منك الربح الحادي، ها يعني ايه الربح الحادي؟ يعني فاضل لي دي صاد شرطة بكام؟ 2 في سالب نص، دي سالب نص مش 5. انت عارفك هتعملها على الآلة. 2 في سالب نص، سالب نص، تطلع بسالب 1. بس السالب 1 مش هكتبه، فأقول سالب س، سالب س بس. طيب ال10 س تفاضلها بإيه؟ زائد 10. وال150 تفاضلها بإيه؟ تفاضلها بصفر. تبقى ده كده الإيه؟ الربح الحادي. لو طلب منك الربح الحادي عند إنتاج 5 وحدات، الربح الحادي عند إنتاج 5 وحدات هتعملها إيه؟ شيل السين وعوض عنها
ب5 أبقى -5 زائد ال10 تطلع بكام؟ المطلوب التالت يطلع ب5. 5 جنيه ولا 5 وحدات؟ 5 جنيه. تمام؟ تمام. وعلى فكرة يا شباب دي دالة الايه؟ دالة الربح الكلي. عارف دالة الربح الكلي دي لو دخلتها لي على الآلة عادي جدا تطلع لي قيمة الايه؟ قيمة ال تطلع الربح لحد عند انتاج 5 وحدات. يعني عادي جدا تطلعها. ازاي؟ يعني انا دلوقتي كده لو قلت ايه؟ شيفت تفاضل ناقص ال5 س ناقص 5 س تربيع زائد ال10 س ناقص ال150. السين بكام؟ عند السين ب5 تطلع معايا ب5. تمام. ده كده ببساطة شديدة التفاضل. ساعة بالظبط هيلم معاك التفاضل. التفاضل فيه 5 نقاط مهمين جدا جايين في الامتحان. طبعا الواحد بذل مجهود صعب جدا واللهم لك الحمد يعني. خلاص كده فنشنا التفاضل. ذاكر التفاضل وانتظر الفيديو الجاي هيكون الدوال مع النهايات بمشيئة الله تعالى. شدوا حيلكم واعملوا اللي عليكم ان شاء الله ربنا يوفقكم. وبس كده يا شباب بالتوفيق ليكم. السلام عليكم.